بتحاول تثبت شخصية واحدة لكل أعمالك بالذكاء الاصطناعي ومش عارف أو مش لاقي موقع أو أداة كويسة فيها ميزة الثبات. النهارده جبت لك أداة مجانية وبلا حدود لإنتاج الصور بالذكاء الاصطناعي، وكمان فيها ميزات خرافية مش هتلاقيها في أي مكان تاني. ركز معايا في شرح كويس جدا، وكالعادة قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. قبل ما نبدأ الفيديو، لو انت حابب تستخرج وصف اي صورة عجبتك بالذكاء الاصطناعي، جايب لك موقعين اقوى من بعض هتلاقيهم في شرح مفصل في الفيديو اللي هسيبه لك اعلى شرح بتاعنا ده. ادخل عليه وهيعلمك ازاي تجيب الوصف الكامل لاي صورة انت عايزها بالذكاء الاصطناعي. وكمان لو انت عايز تحول صورتك لكرتون او كاريكاتير جامدة جدا، هسيب لك فيديوهين فيهم طريقتين او بوتين اقوى من بعض لتحويل صورتك بالذكاء الاصطناعي لكرتون او انيميشن. كل اللي عليك اشترك بس في القناة وادخل عندنا، هتلاقي فيديوهات كتيرة هتعجبك جدا. السلام عليكم، معاكم طارق جاد. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب عند الرسول صلى الله عليه وسلم متجمعين. النهاردة معانا أداة قوية جدا لإنتاج الصور بالذكاء الاصطناعي، شرحنا عنها في فيديو مفصل هسيبه لك أعلى شرح هنا، وهتلاقيه عندنا في القناة أول ما تدخل على الفيديوهات بتاعتنا شرح كامل مفصل للآلة دي. لكن استثنينا منها جزء ثبات الشخصية وفصلنا له فيديو لوحده علشان أعلمك الطريقة الكاملة. ويلا بينا ندخل في التفاصيل. من خلال الرابط اللي هسيبه لك اسفل الفيديو في الوصف هيدخلك على رابط التدوين الخاصة بموضوعنا النهاردة. وزي ما ظهر قدامك كده على الشاشة، التدوينة دي قديمة، واحنا شرحنا عن الأداة دي في فيديو مفصل كامل لطريقة استخدام الأداة وطريقة تحميلها وطريقة استخدامها بدون نت نهائي. كل اللي عليك هتنزل لآخر التدوينة وهتلاقي عندك رابطين. الرابط الأول لتحميل الأداة عندك على الجهاز الخاص بيك واستخدامها بدون إنترنت نهائي لو أنت حابب تحملها. ولو أنت جهازك ضعيف أو الإمكانيات عندك مش كبيرة، كل اللي عليك إنك هتستخدم الرابط التاني. والرابط ده بيتيح لك إنك تشغل الأداة من خلال سيرفرات جوجل. وزي ما قلت لك في الفيديو اللي احنا شرحنا فيه الأداة بالكامل، كمان شرحنا فيه ازاي تشغله باستخدام سيرفرات جوجل، وكمان شرحنا مميزات الأداة بالكامل. بمجرد ما بتضغط على كلمة تحميل في سيرفرات جوجل هيفتح معاك على طول سيرفرات جوجل بالشكل اللي انت شايفه ده. وطبعا احنا شغلنا الأداة والأداة جاهزة للتشغيل، وبمجرد ما بتشغلها وبتفتح معاك واجهة الأداة بالشكل اللي انت شايفه كده، هنبدأ ندخل في تفاصيل الشرح اللي معانا النهاردة، وهو ازاي تعمل ثبات للشخصية اللي انت عايز تستخرجها باستخدام الذكاء الاصطناعي، بحيث ان انت تعمل ستايل موحد او شخصية وحيدة لكل الصور اللي انت هتنشئها. كل اللي عليك اول ما بتفتح الأداة هتضغط على Input Image، ومجرد ما بتضغط عليها يفتح معاك خانات جديدة اسفل المربع بتاع الوصف. في الخانة الأولى ودي اللي هنتخطاها تماما، دي الخانة المسؤولة عن الأب سكيل أو زيادة جودة الصورة. زي ما قلت لك الأداة دي يعتبر شاملة جميع الأدوات أو معظم الأدوات المهمة في الذكاء الاصطناعي. هتلاقي عندك بقى هنا دي زيادة الجودة، هتلاقي عندك ثبات الشخصية، هتلاقي عندك استخراج وصف أي صورة، هتلاقي عندك جميع المميزات. بس لسه ميزة ان انت تحول الصور لفيديو او ان انت تنتج فيديو بالذكاء الاصطناعي، لسه الميزة دي ما اتضافتش بصراحة للأداة. لكن الأداة دي في تطور مستمر، وممكن نشوف الموضوع ده قريب داخل الأداة. كل اللي عليك دلوقتي ان انت تدخل على الخانة التانية Image Prompt او وصف الصور. بمجرد ما بتضغط عليها بالشكل اللي انت شايفه ده هيفتح معاك الخانة دي. زي ما انت شايف كده مكتوب قدامك اسقط الصورة هنا او اضغط هنا للتحميل. بمجرد ما بتضغط هنا بيوجهك مباشرة للجهاز الخاص بيك علشان
تختار الصورة اللي انت هترفعها داخل الأداة بحيث ان انت تدمجها داخل النتائج اللي انت عايز تستخرجها بالذكاء الاصطناعي. كل اللي عليك مثلا انك هتختار مثلا الصورة بالشكل اللي انت شايفه كده، تضغط عليها مرتين او تضغط مرة وتضغط اوبن، هتترفع معاك داخل الأداة بالشكل اللي انت شايفه ده. دي الصورة اللي احنا هنستخدمها كموديل او كصورة ثابتة هنثبتها في جميع الصور اللي هنستخرجها. طب تمام، احنا عايزين مثلا نعمل برومبت للصورة، يعني زي الخلفية واللبس والكلام ده. ممكن ان احنا بطريقة سهلة جدا ان احنا نرفع صورة كمان تكون هي كبرومبت للصورة الاولى. ممكن نختار مثلا الصورة دي بحيث ان هي تكون برومبت للصورة الاولى. كل اللي عليك دلوقتي انك تحدد مين فيهم اللي هيكون الموديل او الوجه اللي احنا هنحطه في الصور، ومين فيهم اللي هيكون باقي الوصف بتاع الصورة. هنعمل ايه دلوقتي؟ كل اللي عليك هتنزل لاخر الصفحة بالشكل ده، وهتلاقي عندك اختيار اسمه Advanced، تضغط عليه بالشكل ده، واول ما بتعلم عليه بيظهر معاك تحت كل صورة اعدادات جديدة. زي ما انت شايف كده هتلاقي اول اعداد وهو الاعداد التلقائي في كل الصور اللي هو Image Prompt، ان هو بيستخدم الصورة دي كوصف. لكن احنا محتاجين نستخدم الصورة الاولى كموديل او فيس سويب. ده اخر اختيار او الاختيار الرابع في الاختيارات الموجودة عندك في الاعدادات. بمجرد ما بتضغط عليها بيبدأ ان هو يعدل لك تلقائيا في مقاسات ووزن الصورة اللي انت مديهاله علشان يقدر ان هو يثبتها كموديل لجميع الصور اللي هينتجها. وهنبدأ بالشكل اللي انت شايفه كده، نضغط جنريت. بس قبل ما نضغط جنريت ممكن ان احنا نضغط على ادفانسد هنا فوق كده ونفتح الاعدادات الكاملة، ونبدأ نضغط على كلمة سيتنج ونزود مثلا عدد الصور اللي هينتجها ونخليها مثلا 4 صور. وبكده نبدأ نضغط جنريت ونشوف النتائج اللي هتظهر لينا هتكون عاملة ازاي. وزي ما انت شايف كده معايا الصور فعلا طبق الصورة اللي احنا اديناها له الى حد كبير جدا، والصور اللي هو استخرجها زي ما انت شايف كده كلها طبق الصورة الاصل الى حد كبير جدا. ولو انت عايز تعدل في الصور من غير ما تكتب اي وصف خالص، بمجرد بس انك تدخل على خانة ستايل زي ما شرحنا في الفيديو الكامل، كل اللي عليك بس انك بتغير الفلتر اللي انت حابب تستخرج بيه. وبكده تكون اتعلمت ازاي تعمل ثبات للشخصية بتاعتك بالذكاء الاصطناعي. ولو انت عايز الشرح الكامل للأداة زي ما قلت لك في اول الفيديو هتلاقيه في شرح مفصل منفصل عندنا على القناة. وكمان لو انت عايز شروحات اكتر عن الذكاء الاصطناعي كل اللي عليك بس انك هتشترك عندنا في القناة، ويا ريت لو عجبك الفيديو تدعمنا بلايك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.